الحمد لله هم يجوا كل اسبوع يساندونا ويساندوا الجزائريين يعطيهم الصحة، وان شاء الله يكملوا هكا معنا كاع هذا الموسم ان شاء الله، ونهدوا لهم القاب ان شاء الله. احنا كجمهور جزائري نشوفوا بانه قضيه عطال في موضوع اصلا كره القدم هو عبر عن رايه كحريه، نحن نشوفها حريه تعبير، وفي النهايه لقى حاله يعني معرض للسجن وغرامه وهذه، واحنا اكيد نساندوه، يعني هو ابن بلدنا وفي نفس الوقت ما دارش حاجه يعني اللي تستاهل انه يتعاقب ولا سجن وهي الامور. يوسف عطال دار حاجه لتشرف الشعب الجزائري وتشرف الجزائر والعالم الجزائري. من زمان حنا واقفين مع فلسطين، والاوضاع اللي راهي صاريه الحين في غزه. بالعكس الحمد لله، هو شرف لنا انه لاعب جزائري يرفد علم فلسطين ولا الكوفيه الفلسطينيه في الملاعب الاوروبيه. فرنسا تريد ضرب الجزائر عن طريق عطال، لأن عطال يساند فلسطين والجزائر تساند فلسطين في الأمم المتحدة وإعلانيا، والجزائر دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. يحاولون حاليا يضربون الجزائر بأي طريقة كانت، سواء مع عطال سواء مع أي واحد آخر. الجزائر ديما منتصرة إن شاء الله. الدعم الكامل ليوسف عطال، سوتيا توتال بور يوسف عطال. ما غلطش هو في القضية تاعو، قضية تاع فلسطين قضية تاع العرب كلها، وإن شاء الله الحكم الصادر عليه حكم ظالم، وكلنا دعم ليوسف عطال. الحكاية لا فاتت في موفي مومون، استعملوه بو مونطري لوستيليتي تاع فرنسا بابو زالجيريان. هو مسكين راه كولاتيرال في الوسط، احنا لو سوتيان ان شاء الله وانا معاه جوسكو بو. قرار ظالم، والمشكل يعني وعلاه الوقت هذا وعلاه التوقيت هذا وعلاه واش صاير. على كل حال احنا كجاليه جزائريه مقيمه هنا في قطر واقفين مع اخونا يوسف عطال، وهو معاهم على القضيه الفلسطينيه ظالمه ومظلومه. علاه انتم كفرنسيين تساندوا في الطرف الثاني، واحنا كعرب لما نساند الطرف الفلسطيني نكون احنا تحت المجهر وتكثروا علينا او على الشباب الجزائري، الشباب الطموح، سواء الجامعيين او الرياضيين او الجزائريين بصفه عامه. واحنا كجزائريين ندعموه، 1 2 3 فيفا الجيري، ومعاك يا عطال ومعاك يا فلسطين ان شاء الله.